الفلوج ده يمكن يكون من أصعب الفيديوز اللي صورتها من أول ما بدأت أصور على السوشيال ميديا، لأنه بيخليني أستدعي مشاعر مرهقة جدا وحزينة بالنسبة لي. ولكن أنا حبيت أصور الفيديو ده لأني أنا بصراحة ما شفتش حاجة زيه خالص على السوشيال ميديا، بس حاسة إن هو ممكن يساعد ناس كتير بتتوتر وما بتعرفش تتصرف في حالة إن هي كانت لا قدر الله مرافق لمريض في المستشفى. فيلا بينا نجهز شنطة مرافق المريض. اول حاجة طبعا هنحتاجها هي المصلية والمصحف، لان هي هتساعدنا كتير في ان احنا ندعي للمريض، وفي نفس الوقت هتقلل كتير من الاسترس علينا. تاني حاجة ومن اهم الحاجات بالنسبة لي هي الهايجين، عشان كده هناخد معانا مناديل وايبس صغيرة تكون في الجيب، كمان ازازة كحول، كمان هناخد باثروم كفر او غطا التويلت، واخر حاجة معانا هتكون يا اما صابونة يا اما شاور جيل، بس انا بفضل الشاور جيل عشان هيبقى انضف. لو هنكون مرافقين لكذا يوم يفضل ناخد معانا ادوات الاعتناء بالاسنان. بعتذر جدا ان انا بصور الكروكس، ولكن حاجة مهمة جدا هي ان يبقى معانا سلابر او كروكس مريح، عشان هنبقى بنلف طول اليوم ومحتاجين حاجة مريحة. حاجة انا ما بستخدمهاش في حياتي على قد ما بقدر وبتجنبها لان هي خطر جدا، بس لازم تبقى معانا في اليوم ده، هو مسكن، عشان لو لا قدر الله تعبنا نقدر نكون اقوى شوية واحنا بنعتني بالمريض. ان كيس ان احنا هننام في المستشفى فهنحتاج بطانية خفيفة وملاية ومخدة. انا عارفة ان ده مش هيحصل، ولكن على الاقل جسمنا يكون مستريح. انا ما بفضلش التغيير في المستشفى، لكن لازم يبقى معانا سبير اوتفيت تجنبا لاي حاجة urgent تحصل، عشان ما نضطرش نسيب المريض في المستشفى ونمشي، فلازم يكون في الشنطة. طبعا احنا نفسنا بتبقى مسدودة جدا في الظروف اللي زي دي، ولكن لازم نكون أقوياء علشان نقدر نكون supportive للمريض، فلازم يكون معانا أكل يسندنا حتى لو حاجات بسيطة. طبعا يفضل ناخد حاجات سهلة الأكل زي الساندوتشات، السناكس، العصير، حاجات زي كده. كمان دايما لازم يكون معانا بطاقة شخصية ومبلغ بسيط جدا بنتحرك بيه علشان لو احتاجناه في أي وقت. لازم يكون معانا شنطة فيها كل الحاجات اللي ليها علاقة بالهايجين، بحيث ان هي تبقى سهلة الوصول اليها وسريعة التحرك بيها في نفس الوقت. كمان طبعا ما ننساش الباور بانك والشواحن، ما ننساش المية لان المية مهمة جدا عشان ما نتعبش. قلة المية بتعمل صداع ووجع في الجنب، فلازم نبقى حريصين ان احنا نشرب في اليوم ده مية كفاية. كمان لازم يكون معانا شنطة صغيرة سهلة ومريحة في الاستخدام، بحيث نحط فيها كل الحاجات المهمة زي الأوراق المهمة، الموبايل، المبلغ البسيط اللي جهزناه، البطاقة، وكمان